عارف لما تبني علاقة مع حد وتفكر إنه ظهرك وسندك، وفجأة تكتشف إنه مجرد وهم، زي كيس شيبسي شكله حلو قوي من بره، بس أول ما تفتحه بتلاقيه هوا. في الحقيقة المواقف دي هي اللي بتكشف معادن الناس، مش العشرة الطويلة ولا حتى الذكريات. العشرة لوحدها مش دليل على أي حاجة، ممكن تبقى زي السراب، تشوفها من بعيد حاجة بس لما تقرب تلاقي حاجة تانية خالص. المواقف اللي فيها مصلحة أو خلاف بتبقى زي عدسة مكبرة، بتفضح وبتبين الوش الحقيقي للأسف. وقتها ممكن تلاقي أقرب الناس ليك بيتخلى عنك بسهولة، وتقول طب إزاي ده حصل؟ الحقيقة بقى إنه أصلا ما ضيرش عليك، هو أصلا في البداية كان كده، أنت بس اللي ما كنتش شايف كويس. فالعشم الزايد خطر، كل ما توقعاتك بتزيد في الشخص ده كل ما الصدمة بتكون أقوى. المواقف دي بتعلمك تحط emotional boundaries، أو تعمل حدود عاطفية كده، يعني مسافة أمان عشان ما تتوجعش. مسافة الأمان دي بتحطها بينك وبين أي حد. الحكمة إنك تفصل بين العشرة والثقة العمياء، وتحمي نفسك من التعلق المبالغ فيه، لأن المواقف دي مراية حقيقية. ونصيحة مني، ما تتعشمش قوي عشان ما تتوجعش قوي. لما تاخد لك صدمة جامدة خليك بس جاهز تاخد خطوة لورا، لأن مش كل حد بيستحق المكانة اللي انت اديتها له.